وماذا فعلت؟ قتل. حسين حكم بجريمة قتل مثلك وحكم ب7 سنوات، فلماذا حكمك أكبر؟ ارتكبت عدة جرائم قتل. أدعو الله أن يغفر لك. شكرا. أخي كمال، هل سنرسل إلى سجن آخر؟ أظن أن شيئا لن يتغير حتى تنتهي الحرب. طالما زهر حي لن نخرج من هنا. أخي كمال، أصحيح أن سجينا جديدا قد جاء به؟ لا أعرف، لا معلومات عندي. كمال، نادي عليه. هاي أيها الجديد. الله أكبر. تكلم معنا، نحن أصدقاء. ما الذي يحصل؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هاي أجبني، ألا تسمعني؟ ربما كان نائما. إن كان جديدا فلن يستطيع النوم. أستطيع سماعك. ماذا؟ هذا ولد. ربما صوته حاد. كم عمرك يا فتى؟ كم عمرك؟ 13. الزناديق بدأوا بجلب أطفال إلى هنا. أيها الولد لا تخف، نحن أصدقاء. لست خائفا. أحسنت. لماذا جاءوا بك إلى هنا؟ قالوا بأنني قد أهنت زهر. وهل أهنته شخصيا في وجهه؟ لم أهن أحدا، حذرته فقط. لو تركت هذه الأمور للأكبر سنا، زهر لا يهمه الأولاد، مهما يكن لا تهتم، سوف نجد طريقا. هل أكلت شيئا؟ لست جائعا الآن. الطعام هنا ليس لذيذا ولكنه يحفظ حياتك. ما اسمك؟ اسمي أحمد. أنا كمال. وأنا حسن. هل تحتاج شيئا؟ لا يوجد ضوء هنا. فلماذا لا يوجد شباك؟ يوجد شباك في كل مهجع. في الحقيقة إن المكان الذي أنت فيه ليس بمهجع وإنما زنزانة. ربما يعطيك ذلك فكرة عن مدى غضب زهر منك. فهمت. أرجو ألا تبقى طويلا هنا يا أحمد. بالمناسبة اقتصد في استخدام الماء، فكما تعلم عليك أن تنسى أمان بيتك وأن تتكيف هنا. الحديث هو أفضل ما نفعل هنا لتمضية الوقت وإلا تفقد عقلك. كانوا يسمحون بالزيارات إلى ما قبل 2 أما الآن فلا. الآن يقبلون فقط الحوائج كالبطانيات وما إلى هنالك، وكذلك يقبلون المال. إن كان عندك مال الحراس سيأتونك بما تحتاج. احرص على صحتك، لأنك إذا مرضت فإنهم لن يساعدوك بشيء. أشكرك يا أخي على هذه المعلومات. أنا لم أكمل صلاتي بعد، فدعني أكملها وسوف نتحدث فيما بعد. طبعا يا أخي، عليك بالصلاة. لقد كان أحمد يصلي. أهو حاج؟ ماذا تقول؟ الله أكبر. لي ابن عمره 7 سنين وابنة عمرها 5 سنين. لم أرهم منذ 3 سنين. كدت أنسى شكل وجوههم. كم سنة تبقى لك هنا؟ 5 سنوات، وفي مثل هذه الأوضاع لن أخرج من هنا إلى جثة. ما جريمتك؟ أردنا أن نحيا حياة هانئة، لكننا قمنا بسرقة المكان الخطأ. دخلت مع حسن إلى منزل أحد أقرباء زهر. كان لسان حالنا أن زهر يسرق الناس بطريقة أو بأخرى، إلا أن الجنود قبضوا علينا. لو كان المنزل لأحد غير أقرباء زهر لخرجنا بسرعة. هل تصلك أخبار عائلتك؟ إذا كان ما ينقله حراس السجن صحيحا فإن عائلتي بخير. إن زوجتي تعيش مع أهلها. عليك بالصبر إذن. لا أتوقع الخروج من هنا. الله أكبر.
سجنوك الله فمنعوك بيوم حين بدا الكفر وتمرد فدعوت الله أكبر. رفاقك للحق الله أكبر. وقلعت الظلم إذا الطعام. ترى هل يأكل طاهي من هذا الطعام؟ اصطفوا جيدا. هل يتوجب علي أن أكرر ذلك كل صباح؟ قفوا جيدا. لا يستطيع أحمد أن يأكل هذا الطعام. هل أنت وحدك هنا؟ أحضر صحنك. لا صحن لدي. لكن تبدو صغيرا. لا شأن لك. أعطيه الطعام وانصرف. كيف أعطيه الطعام بدون صحن؟ فلتأتي بصحن عند الظهيرة والآن انصرف. نفد الماء. هلا أحضرت لي ماء؟ نوزع الماء مرة في اليوم. لقد حذرتك. اقتصد في استعماله. وما المانع في إعطاء المزيد منه؟ المانع أنك سجين. أهذه أوامر زهر؟ أم أنك تتلذذ في تعذيب الناس؟ يبدو أنك ستمكث هنا فترة طويلة طالما تملك هذا اللسان. أسأل الله أن يهديك وإلا فعاقبتك سيئة. ماذا؟ تهددني؟ أجل. لن تنال طعاما ولا ماء. هذا لا يهمني. سجنوك فما بيوم حين بدا سنرى. أغلق الباب ولا تأتي إلا عندما أناديك. ما الأمر أيها الحارس؟ لا شأن لك. أحمد، 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 ما بك؟ أحمد، أجبني. أنا أسمعك. ماذا حصل؟ هل هناك مشكلة؟ قال إنه لن يعطيني طعاما ولا ماء. لماذا؟ لأنني في سجن. وكيف ذلك؟ هو يقول ذلك ومن يسائله. كن مطمئنا يا أحمد، سوف أتصرف. سأجد طريقة لأرسل لك بعض الطعام والماء. لا تصعب الأمور على نفسك. لا تهتم، فلن يحصل شيء. الأمور تسير هنا هكذا. أصدقائي، أريد بعض المال. سأسدده عندما يصل مالي. أخي، لا تسئ فهمي، ولكنه أمر بلا نهاية. إن عاقب الحارس أحمد، هل ستجد المال دائما؟ لا أستطيع أن أفكر بالغد الآن يا حسن. علي أن أقدم ما أستطيع من أجل أحمد. كمال على حق. لا نستطيع ترك الولد جائعا وبلا ماء. لدي مال. تكلم مع الحارس. شكرا عثمان. لا 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 لا